مساء الخير البنات، رجعت لكم في فيديو جديد وروتين جديد. واش راكم؟ واش اخباركم؟ واش ديروا؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو تاع اليوم. على بالي بلي طولت عليكم الغيبه، راني نطول ما نحط لكمش الفيديوهات، ولكن صدقوني البنات لي ظروف، يعني كي نغيب عليكم هذه المده فهموها بلي راهي حكمتني حاجه عليكم. ما نغيبش هكاك، يا مرض كش ما يقدر ربي، يا مع الاولاد، يا تفني اللي حاكمني. المهم البنات، ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، وتخليوا لي راكم في لي كومونتير وتخليوا لي جيم. ونشكر بزاف البنات اللي راهم يسقسيو عليا، نشكرهم. راني ما نسيت حتى وحده، على بالي كل وحده باسمها اللي يبعثوا لي في البريفي، واخرين راني والله ما نعرفهم، يعني يبعثوا لي هكاك جدد، نرحب بهم ونقول لهم مرحبا بكم في قناتي. يبعثوا لي كل نهار يسقسيو على حبستي، علاه ما كيش تحطي في لي فيديو. راني غير كيما قلت لكم البنات، راني غير ظروف، هذا ما كان. رانا رجعنا ان شاء الله. كيما قلت لكم البنات، ما تنسونيش بلي جاموا لي كومونتير. لهنا كي العاده والعواد صبحت مع الفراش، مع القش، صبحت مع هذوك اللي خرجت، هذوك الزبر تاعي ولا الكوفرتات خرجتهم كامل اللي تهواو. هنايا كان الجو يهبل، كان يعني الجو مليح، ماش سخون الحال وماهوش بارد الحال، يعني قبل ما يتقلب هاد الايامات الجو. دوكا راهو رجع البرد، رجعت الشتاء يعني كامل. طبقنا الحوايج تاع الشتاء وجبدنا الصيف، دوكا رجعنا خرجنا كلش. كما راكم تشوفوا لهنا البنات، بديت كما قلت لكم، خرجت هذوك الكوفرتات يتهواو شويه، وحليت كلش باش تنفس الحاله. ولهنا رجعت خرجت لهنا للبالكون باش نشرب هذاك لي بلون تاعي، نبدا بهم دائما هما الاولين هكا باش كي يشربوا مليح. اذا سيحت الماء ولا من بعد كي نسيق راح نسيق فرد مره. بعد ما كملت هذوك لي بلون تاعي كما قلت لكم، رجعت لهنا للصالون، درت شويه تاع الايزيس وكي العاده والماء، ومن بعد راح نرغي مليح هذاك الصالون كما راكم تشوفوا هكا بطريقه هذه. يعني الخدمه راهي ما تخلصش، سواء في الكوزينه، سواء في يعني في الصالون ولا في لي شومبر، يعني ما تخلصش، لازم توقفي كيما نقولوا وتكافحي، وعلى قد ما تخدمي تقولي قليل. اذا ما خدمتيش اليوم تخدمي غدوه، واذا ما خدمتيش غدوه لازم فيها خدمه. المهم ربي يقدرنا ان شاء الله مع التربيه تاع الاولاد، ومع الايامات هذو ثاني راهم قريب الامتحانات. ربي يقدرنا ان شاء الله، وربي يوفق جميع الاولاد ان شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا لهنا البنات، بعد ما سيقت كامل وجبت بالفروطوار مليح، انا نستعمل هذا الصانيبون هذا تاع امير. يعني جربت يعني لي كولار كامل والاذواق كامل، هما اكل ملاح، مليح الموف، مليح البيض، مليح الغوز، مليح. بصح هذا ثاني ريحته تهبل وتقعد طول. انا كي نديرها تقعد لي نهار كامل وهي في الدار. جربوه البنات، ولي تعرف يعني كاش برودوي هكا ولا تخلي الريحه مليحه في الدار، ريحه النقاء وريحه ريحه النظافه والاخر، تخلي لي واش تستعمل. هنا كيما راكم تشوفوا البنات، بعد ما كملت هذاك الصالون سيقته مليح ونشفته ورديت كل حاجه في بلاصتها، رجعت لهنا للبالكون. هنايا كي عاد حاطه فيه لي بلونت، و دائما يعني يكون فيه هذاك يكون فيه الفتات هذاك تاع الورد، يكون فيه تراب، يكون دائما كل نهار لازم نسيقه. اذا ما سيقتش الصالون لازم نسيقه هو. وكي عاد نحل الطاقه ونحل البالكون هكا يتنفس ديما مع الغبره، مع خي تعرفوا السكنه تاع الباطمه والمعاناه اللي فيها. هنا كيما راكم تشوفوا البنات، بعد ما جبت كلش وسيقت مليح، راح عاودت لهنا نعاود نجبد بالفروطوار كيما قلت لكم. وهاد لي بلونط اللي راهم يسقسيوني عليهم بزاف البنات، هكا ساعات كي نحط في لي ستوري، ولا نحط يعني في الفيسبوك، ما نحطش انا في الانستغرام، نحط في فيسبوك هكا ساعات في لي ستوري، ولا دائما يسقسيوني يقولوا لي من راكي تشريهم وعطينا منهم وهكا وهكا. انا البنات هاد لي بلونط هذو راهم كانوا عندي يعني من سنين. كانت عندي تقريبا الانواع كامل اللي كانوا عندي تاع لي بلونط، ومن بعد فزدوا لي. كاين هذوك اللي يعيشوا برك تاع ربيع، كاين هذوك اللي تاع غير تاع موسم، يعني هكا ما يعيشوش دائما، يعني عندهم غير فتره ويموتوا. ومن بعد من ثم صاي كي شفتهم هكا كيموتوا لي والاخر، وليت من ثم زدت عاودت شريتهم. نشري غير اللي يقعدوا دائما خضر، يعني في الفصول الاربعه دائما يقعدوا خضر، يقعدوا باهين. وهذه تاع نبته السجاد هذه ما كنتش نعرف لها الطريقه تاعها. بالنسبه لواحد الاخت نورمالمون اسمها ايمان هكا، لما كذبنيش ربي، نورمالمون ايمان اللي بعثت لي هذاك النهار وقالت لي كفايه راكي تهتمي بها، انا نحطها في برا وتموت لي. انا هكا كنت ندير لها مع الاول، كنت نحطها في البالكون، نخرجها يعني تضرب فيها الشمس، النور تصب عليها. المهم كانت تفسد لي، ما كنتش نعرف لها السيستم تاعها. بصح من بعد وليت عرفت لها كيفاه لازم كيما نقولوا تحطوها في البالكون هكا ولا في الطاقه، ويجيها الضوء
سما ما يقيسهاش كيما الشمس ما تقيسهاش وكيما النوم ما تقيسهاش، المهم تعيش على تعيش في الداخل بصح الضوء يقابلها، هكا تعيش لكم. أنا هذه عندي من قداه وهي عايشة، يعني الله يبارك ما صرا لها حتى حاجة وحتى نقلت منها. وشوفوا البلونت هذه ما فهمتهاش واش بيها، يعني ما فهمتش البولي صغير عليها ولا كي كبرت. المهم دايما نشربها ودايما نسمع لاتيه بها، بصح شوفوا كيفاه ذبلت. والمهم اللي عندها كش معلومه ولا تحطها لي. انا بعد ما كملت كامل كيما راكم تشوفوا البنات السياق والاخر، مسحت لها هذوك بالنبته هذه اللي هنايا ما على باليش كيف اسمها. مسحت لها هذوك الورقه تاعها حتى هما مساكن لازم نهتموا بهم، ولازم مع يعني دوكا شويه سخون الحال كي نحل كلش ثم يتغبروا ثم حتى هما لازم نمسحهم، لازم نعتني بهم هكا باه يكبروا ويوليو ملاح. لهنا كيما كملت البنات كيما راكم تشوفوا كملت كلش. سكرت كلش ليها باه ما يعني بعد تقعد لي الحاله نظيفه. كانوا عندي هنايا شويه تاع الجنحين، شريت كميه يعني شريت غير ب20 الف، شو عطاني كميه ما شاء الله. كنت راح نديرها للعشاء ومن بعد وليت قلت خلي غدوه ان شاء الله ومن بعد نعاود ندير بها كاش وصفه. دوك راح تشوفوا معايا طريقه تاع البيتزا. درت زوج انواع، درت بيتزا بوازي ودرت بيتزا كاري. تبعوا معايا المقادير. واش درت لهنا في ريسيبيون؟ عندي لهنا 4 كيسان تاع الفرينه، عندي كاس تاع الحليب، عندي بيضه كامله، مغرف كبيره تاع السكر، ومغرف كبيره تاع الملح، وعندي ربع كاس تاع الزيت، وعندي ايضا مغرف متوسطه صغيره هذيك تاع القهوه. درت مغرف خميره تاع الحلوى. هذا هما المقادير كما راكم تشوفوا البنات. حطيت كلش في الريسيبيون ومن بعد بسستها كما نقولوا بهذيك الزيت. انا درت كميه يعني خرجت لي كميه لاباس بها. نتوما اذا بغيتوا تنقصوا الكيل نقصوا نورمال. ومن بعد نبدا نلمها بالحليب، على الحليب على حسب الفرينه كل واحد يعني والفرينه تاعو كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. اذا لوحوا نتوما ديروا كاس، اذا جاكم الكاس قد يعني ما تزيدوش، واذا جاتكم ناقصه زيدوا بشويه برك حتى تلم لكم العجينه تاعكم. هذا مكان. اذا بغيتوا تعجنوها باليد يعني عجنوها، واذا ما بغيتوش تعجنوها في البيت تسهلوا عليكم الخدمه ديروها كما درت انا في البيترا. حطيتها تتعجن مليح كما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاه ولات حتى ولات لي طريه. نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها ومن بعد نرجع ليها. هنا كما راكم تشوفوا البنات بعد ما خمرت لي العجينه تاعي شوفوا ديغازيتها ومن بعد قسمتها هكا، قسمتها على زوج وراح نحطها في هذا البلاطو. شوفوا البنات كيف راني ندير لهنا درت شويه برك تاع زيت في البلاطو باه تمشي لي العجينه تاعي. شوفوا خبزتها من التحت كما راكم تشوفوا رقيقه خلاص. وطلعت هذوك الجوانب هذوك هزيتهم كامل على لي كوتي. شوفوا كيف طلعت هذاك على البلاطو. هنا عندي كميه تاع الفرماج. انا استعملت هذاك تاع دوبل تشيز، هذاك الباطا تاعو تجي كحله هكا بنين يهبل. كاين الباطا الصغيره وكاين الباطا الكبيره. درت شويه في هاد لابوش ودرت على كوتي كامل وراح نسكرها بهذه الطريقه. صدقوني البنات هاد البيتزا خفيفه وبنينه. هذه درتها انا زعما انا درت هذه بوازي درتها لي انا، والكاري درتها للنسمه تاع الدار. ومن بعد تعكست الحاله، هما كلاو هذه وانا كليت الاخرى الكاري. كما راكم تشوفوا البنات هنايا بعد ما درت لها هذاك الفرماج على كوتي درت لها هكا برك ديكور خفيف برك على كوتي، قصيتها بالمقص. نتوما ديروه ولا ما بغيتوش ديروه يعني نورمال، كل واحد والاختيار تاعو. لهنا درت صوص تاع الفرماج راني درتها شحال من وصفه معاكم ودرتها في شحال من حاجه. المهم دوك نخلي لكم الرابط تاعها في اسفل الفيديو وتشوفوا كيف درت لاصوص تاع الجبن هذه. هنا واش كان عندي البنات درت هنايا صدر تاع الدجاج. عندي نص صدر ما درتش كميه كامله، درت نص صدر تاع الدجاج قليته عادي، درت له غير شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل. نقصت عليه النار وما تخليوش حتى يتقلى مليح حتى يحمر والاخر. من بعد اذا حمر لكم راح يجيكم يابس. كي تقلى درت عليه كميه من هذيك صوص الفرماج، خليتها حتى هزت الغليه وطفيت عليها. هذا مكان. ومن بعد حطيتها لهنا درت شويه من هذيك كريمه الجبن في النص هذيك تاع العجين. ومن بعد حطيت عليها كميه تاع هذاك الصدر تاع الدجاج. وعندي لهنا كميه من تاع المايس هذا حطيته من الفوق كما راكم تشوفوا البنات هكا. ومن بعد نحطها بكوتي. ولهنا رجعت لهنا لهذا البيتزا حليتها عادي يعني نورمال كون نعرفوا نديروا البيتزا. حليتها ودرتها لازم نديرها رقيقه، ما نشتيش انا البيتزا كي تكون خشينه. حليتها درتها في هذا المول هذا درته في هذا المول الكاري. ودرت لهنا لاصوص طوماط تاعها. بالنسبه لاصوص هذه اللي درتها راني ثاني حطيتها لكم في فيديو كيفاه نخدم لاصوص تاع البيتزا ولا كي تكون هكا يعني طماطم بكثره والاخر. نعيط لكم طريقه وصدقوني البنات جات كونسونطري وجات تقدروا حتى تنصبوا بها، جات تهبل. درت لها هذيك الطماطم من الفوق وحطيت عليها حبيبات تاع الزيتون وراح ندخلها ديريكتومون ندخلها للفور حتى تطيب لي من تحت ومن بعد نعاود نشعلها من الفوق. لهنا بعد ما طيبت البيتزا هذه تاعي بيتزا بوازي
بلاصوص بلونش هذه حطيتها طابت، شعلت لها من التحت حتى تحمرت مليح. كي تحمرت وبعد وليت عاود شعلت لها. عفوا البنات، قبل ما كي طفيت لها من التحت وليت واش درت لها لهنا، حطيت شويه تاع الكومونبير. انا نموت على الكومونبير، من عشاق يعني الانواع كامل تاع الفرماج نشتيهم، وعلى قد ما تكثروا لها لي فرماج على قد ما تجيكم البيتزا تاعكم بنينه. درت لها لهنا كميه كيما راكم تشوفوا كميه قليله تاع الكومونبير، وزدت حطيت لها لهنا فرماج رابي. النوعيه تاعو انا درت شيدر، نتوما كل واحد واش تستعملوا، انا يعجبني يذوب. بعد ما طابت يعني عاودت دخلتها الفور، تحمرت مليح كيما راكم تشوفوا البنات، ونعاود نحط لها لاصوص تاع الفرماج من الفوق. شوفوا كيفاه جات. لهنا انا تكسرت لي هذيك الجراره اللي نقسم بها، معليش. لهنا شوفوا كيفاه نقسم لكم، وجات خفيفه وجات تذوب في الفم. ان شاء الله تجربوا البنات هذه الوصفه وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير كيما موالفين. شوفوا نعت لكم كيفاه جات، نقربها لكم. صدقوني يا البنات يعني مانيش نشكر فيها بزياده، والله راهي جات تهبل. لهنا بعد ما طابت البيتزا تاعي من التحت درت لها شويه هكا تاع الطون. انا ما نشتيش ندير لها الطون نعاود نردها ولا يبس ويولي معاك فهم داير. ودرت لها لهنا شويه تاع الفلفل، ما درت لها حتى حاجه لا فرماج لا والو، زدت لها كميه تاع الدبشه. وهذا ما كان. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع اليوم، وتجربوا البنات الوصفه تاع اليوم وتنال اعجابكم، وتهلاو في رواحكم. للملتقى ان شاء الله. سلام.